السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ كل الناس اللي منوريني والناس اللي متابعيني دايما. انا بجد مبسوطة بوجودكم معايا ومبسوطة بالكومنتات اللي بتجيلي. النهاردة احنا هنعمل مع بعض اسورة للايد حلوة جدا بألوانات هتعجبكم ان شاء الله. هنشوفها دلوقتي في الفيديو ده مع بعض. هشرح لكم كل حاجة انا هحطها، وبعد كده هقول لكم احنا ازاي بنسعر شغلنا. احنا حطينا الخرز، حطينا حلقات لونها ذهبي. هنحط دلوقتي السلاسل اللي احنا قطعناها دي، كل واحدة حوالي 7 سنتي. هنحط المسامير بتاعتنا، وكمان هنحط القفل. دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها. وطبعا الزرادية اللي دي بنشتريها مرة واحدة في الشغل كله، ما بنشتريهاش لسنين تاني قدام. هنختار بقى من الكتالوج اللي قدامنا ده واحدة كيتي كده حلوة عشان تنور الطبق بتاعنا اللي احنا بنشتغل فيه، كنوع كده من انواع التشجيع يعني. انا عجبتني البينك اللي فوق دي، هاخدها احطها بصراحة. حطيناها يا ست الكل. بصوا يا بنات، الاول هبتدي همسك قطعة من السلسلة زي ما انتم شايفين، هياخد معاها مسمار. هبتدي اتني المسمار بالطريقة دي، هي الزرادية اللي بتتني اهو بالشكل ده. وهاخد الحلقة زي ما انت شايفة كده، بفتحها كله بالزرادية وادخل المسمار وهدخل السلسلة معاها. هبدأ احط خرزتين مع بعض. ممكن ناس بتحط خرزاية وقطعة الماس، وناس بتحط خرزتين. انا حبيت ان انا احط خرزتين. وهبدأ اتني الحتة اللي فوق دي زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بحاول ان انا ما اشتغلش بسرعة عشانكم، علشان انتوا تبقوا شايفين الشغل عامل ازاي. ومش بحاول اجري الفيديو برضو عشان تبقوا عارفين ان الشغل كل ما كان ابطأ الشرح بيبقى احلى بكتير. هنبدأ ندخل حلقة. هبدأ اخد مسمار كمان. هبدأ امسك من عند الراس واتني على جوه لف كده. شايفين موضوع ابسط من البساطة اهي. هبتدي اخد حلقة كمان، هدخل هنا 2 بس. المرة اللي فاتت بامبي فاتح، المرة دي هناخد البامبي الغامق. هبتدي اقفل من الطرف التاني. بصي انا هعيد نفس بقى اللي انا بعمله ده كل مرة. انا اللي جاية اقولهولك النهاردة اسعار الحاجات دي كام، وازاي ممكن اسعر انسيال زي ده ممكن اعمله، وهيتكلف معايا قد ايه فلوس. طيب بصي، اولا انتي بتجيبي، بصي بقى الاسعار اللي انا هقولك عليها. ب5 جنيه حلقات ذهبي، ب5 جنيه مسمار. السلسلة دي المتر منها ب10 جنيه المتر، ب10 جنيه. شوفي هتعمل معاكي كام سلسلة. هتعمل فوق مثلا ال7 أو ال8 سلاسل ب10 جنيه. يعني انتي غرمتي كام؟ 5 و5، وقولي هنجيب ب20 جنيه، يبقى 30 جنيه انتي غرمتيهم اهو معانا. تمام. وهنجيب فرعين، الفرع من ده ب15، يبقى ادي 60 جنيه. انتي فاهمة؟ انتي معملتيش حاجة، 60 جنيه فقط لا غير. تمن ان انتي تبدأي مشروع زي ده. طيب هتبيعيها بكام لمحل الاكسسوارات؟ هتبيعها ب12 جنيه ونص الواحدة. هتطلعي كام؟ هتطلعي كتير جدا جدا. بصي انا بقولك جدا ازاي. ممكن تطلعي ال12 على 12 ونص الواحدة لو هتكيسي. تمام. مش هتكيسي برضو تمام. في اللي هو الباكت الكبير ده اللي بتحط فيه كلهم فوق بعضيهم، وفي بتبقى كل واحدة لوحدها.
لو كل واحدة لوحدها بتزودي طبعا السعر شوية. لو الباكت الكبير بتخليها زي ما هي ب12 جنيه ونص. جميلة ولذيذة جدا وشكلها حلو قوي، شكلها انها متكلفة من الاخر. طيب انا جبت شغل ب60 جنيه، ادهم انا هكسب كام؟ طب ما تجيبي ايه رأيك ب20 جنيه بالمرة بقى بما انك نزلتي، ب20 جنيه كروت وب20 جنيه اكياس بالمرة. تمام، بقيتي 100 جنيه. ال100 جنيه دي يا ادهم انا هعرف اطلعها كام؟ هتعرفي تطلعها 250 او 300 جنيه وانتي وشطارتك والله العظيم 3. هتعرفي كمان تعملي منها حلقان باشكال كتيرة جدا وحلوة جدا. الفترة اللي جاية هحاول انزلكوا فيديوهات كتير عن الحلق، ان احنا ازاي نعمل حلقان كتير. الفترة اللي جاية مدارس وكده والناس ما بتحبش تلبس ولادها دهب في المدرسة، فهنزل لكم برضو سلسلة كده فيديوهات عن الحلقان. هنزل لكم برضو سلسلة تانية بتتكلم عن الاسورة اللي بيبقى عليها اسم الطفل وفصله، اسمه وفصله. تمام، بحيث ان برضو ابنك تبقى انتي عارفة مطمنة عليه. ممكن كمان تحطي رقم موبايلك في اسورة لابنك او بنتك. انا هعمل لكم كل الافكار دي بحيث ان انتوا تبقوا عارفينها دايما. تمام، بصي انا شغالة زي ما انتي شايفة اهو. انا هبدأ اشتغل كالاتي. الشغل ده سهل وبسيط، انتي بتبيعي جملة خلي بالك ب12 ونص. انتي اي حد بره تقوليله ب20 و25 جنيه، ولو هتبيعي اونلاين هتبيعيها مثلا ب20 ب17 ونص كده، غير التوصيل وغير كل الكلام ده. انتوا شايفين هي بجد حلوة قد ايه. استمري، الناس اللي عايزة تبدأ شغل ما توقفش. هشوفكم في كل الفيديوهات اللي جاية جديدة، واسيبكم تكملوا اخر الفيديو مع بعض. على الف خير يا رب. احنا خلصنا. تمام، شوفوا واكتبولي في كومنت حلو بجد عجبتكم او لا، قولولي حلوة قولولي وحشة، قولولي كانت سهلة وبسيطة ولا لا. انا دي لان انا عاملاها علشان انا لسه الفستان اللي انا جايباه جديد عشان انا حامل، فقلت اوسع على نفسي فساتين شوية. فانا جبت الاسورة ده، عملت الاسورة دي لنفسي. ادعولي ربنا يقومني على خير وبألف سلامة، واعمل لكم سلسلة كبيرة من الفيديوهات دي تاني اكتر واكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم تاني في فيديوهات تانية كتير جديدة جاية معانا. باي باي.